السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا رجال التانية اعدادي؟ ان شاء الله تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنخش في يونت 10 الوحدة العاشرة. خلاص هانت اهو. فاضل 2 يونتس يبقى كده المنهج خلص. ان شاء الله. عندنا قاعدة مهمة جدا ولذيذة جدا اسمها الماضي التام، او بالانجلش بيسموها الباست بيرفكت. الباست ايه؟ بيرفكت. طب حلو، يلا يا مستر نخش كده ايه خطوة خطوة ونفهم الدنيا فيها ايه. يلا بينا. اول حاجه لازم اعرف التكوين بتاعي، لازم اعرف ان القاعده دي بتتكون من ايه. انا هنا عندي الفورم او التكوين، القاعده بتاعتي بتتكون من فاعل، بعد كده هاد، زائد التصريف التالت. تاني الفاعل بتاعي سواء اي هي شي مفرد جمع وي ايا كان، بعد كده كلمة هاد والتصريف التالت. مستر القاعدة دي بقى بنفيها بكلمات كتير ولا أي حاجة، بنفيها بكلمة واحدة اسمها نوت، فبقول هاد نوت أو اختصارها هادنت على طول. يبقى الماضي التام بيتكون من فاعل هاد زائد التصريف التالت، ولو هنفي أكيد برضو هنفي بكلمة نوت. المثال الأولاني بيقول لي I had played tennis. أنا لعبت تنس. ركزوا كده، لقيت كلمة إيه؟ had، ولقيت التصريف التالت played والموضوع انتهى. طب لو مستر لو عايزة فيها سهلة وبسيطة، يعني لو اداك بين قوسين كده قال لك not، دخل لي كلمة not، هقول له سهلة. فهقول I had not زي ما احنا قلنا بالظبط فوق played tennis، انا ما لعبتش تنس. يبقى سريعا المضارع او سوري الماضي التام بيتكون من ايه يا رجاله؟ بيتكون من هاد زائد التصريف التالت. هنفي بايه؟ هنفي بكلمه not. طب يا مستر انا بستخدم القاعده دي في ايه؟ ايه هو اليوسج بتاعها؟ ما انا لازم برضه ابقى مذاكر وعارف القاعده دي ايه. بستخدمها علشان اقول ان في حدث بيحصل قبل حدث تاني. لا مش فاهم يا مستر. لازم تبقى فاهم اللي انا في الماضي التام انا عندي زمانين. تاني الماضي التام عشان يجي لازم يلاقي زمن تاني. ازاي يا مستر؟ بلاقي حدثين، مثلا لما اجي اقول بعد ما انا قلعت الجزمة بتاعتي دخلت البيت، كده انا عندي كام حدث؟ حدثين. قلعت الجزمة، دخلت البيت. ايه الحدث الاولاني؟ قلعت الجزمة. طب الحدث التاني؟ دخلت البيت. احنا بقى عندنا الحدث الاولاني، الحاجة اللي بتحصل الاول دي بنقول عليها الماضي التام، هو ده بيبقى زمن الماضي التام اللي هو هاد زائد التصريف التالت الباست بيرفكت على طول. طب يا مستر مين هو بقى الحدث التاني اللي هو دخلت البيت ده؟ هيبقى الماضي البسيط او الباست سيمبل. تاني يبقى الماضي التام بستخدمه علشان اقول ان في حدث بيحدث قبل حدث تاني. طب مين هو الحدث الاول اصلا؟ هو الماضي التام. طب مين هو الحدث الثاني؟ طبعا هو الماضي البسيط. وطالما انا عندي حدثين او عندي زمنين يبقى لازم مشترك ما بينهم، لازم يكون في رابطة تربط ما بينهم. طيب مين يا مستر؟ عندي فريقين، نبدأ بالجروب الأولاني. كلمة after وكلمة because. طبعا after معناها بعد، أما ال because معناها لأن زي ما حضراتكم عارفين. يجي بعديهم زمن ال past perfect، يجي بعديهم الماضي التام اللي هو مين يا مستر؟ اللي هو ال had زائد التصريف التالت. طب الناحية التانية يجي ال past simple أو الماضي البسيط اللي هو بيتكون من التصريف التاني، سواء منتظم بحط له ed أو غير منتظم بحفظه. هنفي didn't أسأل بدid ويجي بعدهم مصدر، الكلام ده قديم قوي. يبقى تاني after because يجي بعديهم ماضي تام. طب الناحية التانية ماضي بسيط. لا يا مستر اديني مثال علشان اقدر ان ايه اكون فاهم شوية. خلاص ماشي. after، لقيت after اهي الرابطة بتاعت الأمورة اهي. بيجي بعدها ايه؟ المستر قال لي بيجي بعدها ايه؟ بيجي بعديها الماضي التام اهي had played. طب الناحية التانية في ايه يا مستر؟ الماضي البسيط اللي هو won. نقرا بقى after she had played well she won. بعد ما هي لعبت كويس هي كسبت. يبقى ايه الحاجة اللي حصلت الأول؟ لعبت كويس، عشان كده جت بعد after ماضي تام. طب ايه الحدث التاني؟ اللي هي كسبت، وده الماضي البسيط. فيجي يقول لي دخل لي بين قوسين كلمة because، سهلة وبسيطة.
يبقى معنى كده عايز لي because في النص علشان ما لقيتش البي كابيتال، وطبعا في الاغلب لازم اصلا هجيلي small. فلما اجي اقول بقى انزل because في النص فهقول she won because she had played well. ليه يا مستر جبت بيكوز هنا؟ جبت بيكوز هنا علشان لازم يجي بعديها الماضي التام. ادي هاد وادي التصريف التالت. طب الناحية التانية يا مستر هيبقى ماضي بسيط اللي هو التصريف التاني من الفعل اللي هو won. يبقى after because بيجي بعديهم ماضي تام، اما الناحية التانية ماضي بسيط. عكسهم تماما كلمة before وكلمة by the time. before وإيه و by the time. لازم أبقى فاهم إن before by the time عكس التانيين تماما. يعني أنا لو ذاكرت كويس after و because وعارف اللي بيجي بعدها واللي قبلها أو الناحية التانية إيه، صدقني هيبقى بالنسبة لك before و by the time شغل عيال. علشان before و by the time اعكس بقى تماما، يجي بعديها الماضي البسيط، أما للناحية التانية ماضي تام. فالمثال اللي فوق قال لي she won because she had played well، ويقول لي دخل لي كلمة before. هقول له سهلة، هروح حاطط before علشان مش كابيتال هي، فحطها في النص مكان because وشقلب الجملتين. فهقول she had played well before she won. يعني ايه؟ يعني لما اجي اقول لحضرتك she had played well before she won، كل اللي عملته اني شلت كلمة because وحطيت مكانها before، وشغلت دماغي وعرفت ان before و by the time هم عكس تماما after و because. فطبعا شقلبت الدنيا، فاللي جه بعد كلمة before ماضي بسيط اهو، اما للناحية التانية لقيت الماضي التام اللي هو had زائد التصريف التالت. طب حلو جدا. في تريكة صغيرة جدا محتاجين ان احنا نبص عليها في كلمة after و before بس. تاني after و before بس في حالة عدم وجود subject او فاعل، يعني مفيش ولا I ولا he ولا she ولا it ولا we ولا you ولا they ولا حتى مفرد ولا جمع، يبقى ساعتها اعرف اللي انا لازم احط للفعل اللي بعد after او before ing من غير ما افكر. فهاجي اقول after نقط his face she slept، بعد غسول الوش هو نام. حلو، انا همسك كلمة after اللي معناها بعد، جه بعديها subject، جه بعدها فاعل. طب لا نبص مع بعض، جه بعدها I لا، طب هي لا، she لا، it لا، طب مفرد مفيش، طب we لا برضو، زي مفيش، يو مفيش، طب اسم جمع برضو مفيش. يبقى طالما بعد after وصب او كلمة before مفيش بعديهم فاعل subject، يبقى على طول لازم احط الفعل ing من غير ما افكر. فطبعا هقول after washing. تيجي تقول لي يا مستر ده افتر بيجي بعدها ماضي تام، يعني هاد والتصريف التالت، يعني المفروض تقول هاد ووشت. لا مفيش الكلام ده، انا ما عنديش subject، ما عنديش فاعل، فهضطر اتعامل بقى. يبقى تاني كده يا شباب، يبقى احنا خلاص عرفنا ان الماضي التام بيتكون من ايه؟ بيتكون من هاد زائد التصريف التالت، وهنفي بكلمة not. بستخدمه في ايه؟ في حدثين. الحدث الاولاني هو الماضي التام، اما الحدث الثاني هو الماضي البسيط. after because يجي بعديهم ماضي تام، اما للناحية التانية لا ماضي بسيط. طب جميل. اما اللي عندي كلمة before و by the time العكس تماما، يجي بعديها ماضي بسيط، اما للناحية التانية ماضي تام. في حالة عدم وجود فاعل subject بعد كلمة after او before، يبقى على طول لازم احط للفعل الفيرب بتاعي ing. تمام، يلا بينا نخش ونحل كده كام مثال علشان نثبت المعلومة أكتر. طبعا صاحبنا الصدوق هو كتاب المعاصر. طبعا بنحب نحل جدا الأسئلة اللي بتبقى موجودة على الستودنت بوك والأسسمنت بوك، كتاب التقييم وكتاب الوزارة، علشان دول أهم الأسئلة تقريبا. نخش على نمبر 1. بيقول لي he went to bed he had finished his work. هو راح السرير، هو خلص واجبه. عايزنا ندخل كلمة after في النص عشان مفيش الحرف ال A بتاع after مش كابيتال، يبقى لازم يكون في النص. طب جميل جدا. طبعا حضرتك عارف ان كلمة after اهي
وادي كلمة before اللي بيجي بعديهم ال past perfect الماضي التام، والناحية التانية ال past simple البسيط. طب ما سهلة وبسيطة. ادي كلمة after في النص اهي عندي النقطة. حلو. يجي بعد افتر ايه؟ الماضي التام. فين هنا الجمله بتاعت الماضي التام؟ طب ما هي يا مستر، هي ده كل حاجه جاهزه، اللي هي هاد فينيشد، عشان عرفنا الماضي التام هاد والتصريف التالت. فاقول هي had finished his work، والناحيه التانيه عادي بقى he went to bed. نترجم، يلا بينا. هو راح السرير بعد لما هو خلص شغله، يبقى هو خلص شغله الأول بعد كده راح السرير نام، عشان عرفنا after بيجي بعدها الماضي التام، وماضي التام هو الحدث الأولاني. خش يلا على نمبر 2. she had studied hard. هي ذاكرت بجد. she passed the test. هي نجحت في الامتحان. جميل. عايز ادخل كلمة because اللي معناها لأن. جميل جدا. because بيجي بعديها الماضي التام، الناحية التانية يبقى الماضي البسيط. طب يلا هبدأ طبعا بالماضي البسيط، فهقول الجملة بتاعت الماضي البسيط اهي she passed the test، وانزل بقى السكرة بتاعتنا because، واجيب بقى الجملة بتاعت الماضي التام she had started. أظن إن الموضوع لذيذ جدا، وكمل بقى جملتها. طب يلا نمبر 3. I reached the cinema the movie had started. أنا وصلت السينما الفيلم بدأ. إيه اللي حصل الأول؟ ناس كتير هتقول لي إيه؟ لا يا مستر رحنا السينما. لا، ما حصلش. إن الفيلم بدأ أصلا قبل ما أنت توصل. فده الحدث الأولاني، إن الفيلم بدأ، وعشان كده هو مميزهولك ومديك هاد والتصريف التالت ماضي تام. عايز ادخل كلمة باي ذا تايم. سهلة قوي دي بقى يا مستر. حضرتك قلت لي ان كلمة before وكلمة باي ذا تايم هم عكس افتر بالظبط، فيجي بعديهم ال past simple، والناحية التانية هي ال past perfect. طب يلا بينا نطبق هذا الكلام. احنا قلنا بايز تايم بيجي بعديها الماضي البسيط. طب حلو جدا. فانا هكتب الجملة اللي مش ليها علاقة بالماضي البسيط، اللي هي الماضي ايه التام. هنزل الاول بايز تايم اهي في النص. طبعا انت اكيد مش هتعمل كده، انا بس بعمل كده للشرح. بايز تايم يلا. يجي بعدها ايه؟ الماضي البسيط بتاعها اللي هي مين؟ ريتش ده اهي تصريف تاني. فاقول ايه؟ بايز تايم I reached the cinema. حلو. الناحية التانية يبقى ايه؟ الماضي التام اللي هي the movie had started. تمام تمام. يلا نمبر 4. first أولا he arrived home then he had a shower. أولا هو وصل البيت. ثانيا أو ثم هو خد الشاور بتاعه والدش بتاعه. أولا هشيل كلمة first وthen، عشان first عرفتني إن ده الحدث كذا وبعد كده كذا. first عرفتني اللي بيجي بعدها اولا، يعني ده الحدث الاولاني، يعني المفروض ده اللي هيكون الماضي التام. اما الذن اللي معناها ثم عرفتني اللي جاي بعدها ده الماضي البسيط، عشان ده الحدث التاني. هو عايزني ادخل كلمه بيفور في النص. سهله وبسيطه. بيفور يجي بعديها ماضي بسيط، والناحيه التانيه ماضي تام، يعني يجي قبلها ماضي تام. حلو. الماضي التام اللي هو الحدث الاولاني مين هو؟ اللي هو وصل البيت. يلا نحولها. يبقى اقول هي الماضي التام يعني هاد، والتصريف التالت ادي arrived اهو home، انزل before، واكمل بقى الماضي البسيط اللي هي he had a shower. لذيذ. يلا نمبر 5. she did her homework then ثم she went out. then دي تشكر، جاية هنا علشان تعرفك ان اللي حصل
بعدها يبقى ده الحدث التاني. يعني بيقول لك هي عملت الواجب، بعد كده ايه اللي حصل؟ خرجت. يبقى ايه الاول؟ هي عملت الواجب، يبقى هي عملت الواجب دي، ده الحدث الاول، يبقى ده الماضي التام، يعني هو ده التصريف الثالث. طيب يلا، عايزنا ننزل افتر في الاول عشان اول حرف فيها كابيتال، فاقول افتر، انزل بعدها الماضي التام اللي هو الحدث الاولاني اللي هي خلصت واجبها. شي، طبعا ديد اصلها دو، فهنزل اول حاجه هاد، والتصريف الثالث من دو done. هوم work، وهنقول ألف شكر لكلمة زن، خلاص مش محتاجينك تاني. she، أجيب بقى الجملة اللي هي الماضي البسيط went out، هو أصلا مديها لي ماضي بسيط. يلا نمبر 6، هنا اتقربنا. after we had dinner، بعد لما احنا اتعشينا we watched a movie، احنا اتفرجنا على فيلم. عايز ندخل على كلمة before في النص عشان أولها small. جميل. before بيجي بعديها ماضي بسيط، بس قبلها الناحية التانية ماضي تام، يبقى هبدأ بجملة الماضي التام اللي هي دي، فهقول we had dinner before، وانزل بقى الجملة التانية اللي هي بتاعت الماضي البسيط we watched، واكمل بقية الجملة. يلا نمبر 7، before going to bed he had read a short story. يعني الكلام ده يعني قبل الذهاب إلى النوم هو قرأ قصة. جميل. نركز بقى على القاعدة دي يا جماعة. أنا قلت لكم أدي كلمة before مش جه بعدها فعل خالص، مش جه بعدها ولا اي ولا هي ولا شي ولا ات ولا اي حاجه من الحاجات اللي انتوا عارفينها دي في السبجكت اساسا، فمعنى كده جه بعدها اي ان جي. جميل. عايز ندخل كلمه ويند، ذهب. طالما كلمه وينت جت يبقى معنى كده عايز نحول الجمله ماضي بسيط صرف، وطالما وينت موجوده يبقى لازم يبقى فيه فاعل. طب الفاعل بتاعي مين؟ حد يعرف يجيبه لي بسرعه كده؟ بيقول لي قبل الذهاب الى السرير هو يبقى الكلام على مين؟ الكلام على هي، هو ده الشخص بتاعي اساسا. فهنزل عادي بيفور في الاول زي ما هو كان نفسه، وهنزل الفاعل هي، بعد كده كلمة وينت عشان بيجي بعدها ماضي بسيط، واكمل الجملة، والجملة التانية هتبقى برضو ماضي تام عادي خالص، في اللي هي تبقى هي had read a short story. بس كده. نكمل بقى بقية الحل في البيت ونظبط دنيتنا، ولو في حد عنده أي استفسار أو في حاجة واقفة معاه، مش شرط في اليونت دي أو أي حاجة تانية في الإنجليش واقفة معاه، يكتب لي على طول في الكومنت. ولو شايفين إن الفيديو ده فاتكم خلاص نعمل شير، نعمل سبسكرايب، نشترك كده في القناة، ونبعت الفيديو ده لحد، ونعمل عليه لايك علشان أكبر عدد ممكن من زمايلكم يشوفوه ويستفادوا زيكم بالظبط. فببساطة سهلة اهي، ما تهبطش. أشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.